السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ام برهان. كي راكم خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال. قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا نصلي ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دونك اليوم جبت لكم وصفه تاع مادلين هايله بزوج حبات تاع البيض، ما راحش تستغناو عليها. يلا نبداو مع بعض في الوصفه تاعنا. راح نحتاجوا زوج حبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه باش تنجح معكم الوصفه. نديروا لهم قرصان تاع الملح ونضربوهم شويه بالباتور. دونك راح نضيف لهم ايضا كاس قل ربع تاع السكر. انا الكاس تاعي يحمل 220 مليلتر، ماشي 240 ولا 250، 220 مليلتر. ضفت لهم كاس قل ربع تاع البيض، عفوا كاس قل ربع تاع السكر. نطلعهم مليح مليح، لازم داك السكر كامل يذوب معايا كيما راك تشوفوا حتى بيض معنا الخليط. راح نضيف ايضا مبشور تاع برتقال ومبشور تاع ليمون. نتوما الا ماكش عندكم تاع البرتقال تقدروا تستعملوا غير تاع الليمون. راح نضيف كاس قل ربع تاع الزيت، راح نضيفه غير بشويه، يعني كيما راكم تشوفوا غير بشويه على شكل خيط كي شغل كطلعوا في المايونيز وانتوما تخلطوا. هاد الايطاب مهمه جدا باش يخرج معكم المادلين تاعكم خفيف وما يخرج معكم مكدس ومعجن. دونك نطلعوه كيما راكم تشوفوا كيما هكا تنكمل كامل كميه تاع الزيت تاعي. وبغيت نقول لكم خواتاتي ما تنسوش ديروا لنا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، ودعمونا بلايك لاخاطش لي فيديو كامل ما راهمش يطلعوا المشاهدات راهم في حاله. دونك نكملوا مع بعض. راح نحتاج ايضا كاس قل ربع نتاع الحليب، حليب عادي يعني ما بارد ما حامي، حليب عادي. نخلط كامل المكونات مع بعض، وهنا نحبسوا الباتير تاعنا ونستغناو عليه. دونك راح نبداو في الفرينه. هنا درت الكاس الاول تاعي تاع الفرينه تاعكم اكيد غربلوها باش تدخلوا لها الهواء وتجيكم المادلين تاعكم مليح. راح نضيف ايضا كاس تاع خميره كيميائيه فرفاره، اكيد في البدايه تقدروا تضيفوا لافاني، انا ما كانتش عندي على بها ما ضفتهاش. ساشيه تاع لافاني ديروها وقت اللي ديروا الزيت تاعكم. دوك نخلط بالملعقه كيما راكم تشوفوا معايا. ودوك نقول لكم وين تحبسوا الفرينه، يعني الفرينه راح نعطيكم شحال جاتني ونعطيكم استيس باش تعرفوا نتوما. يعني الحبه تاع البيض دي فوا تختلف الحجم تاعها من شخص لشخص، الفرينه ما تعرفولهاش. دوك هنا بدلت المغرف، جبت معايا سباتو دراب تاع اليد يساعدكم احسن باش تدخلوا الفرينه وما تخلطوش بزاف، يعني قد ما تدخلوا الفرينه وخلاص. دونك هنا ضفت الكاس الثاني تاع الفرينه، وباش تعرفوا بلي الفرينه تاعكم خلاص راهي سوا ما تزيدوش. لازم كي تكتبوا 8 بالخليط تاعكم تبقى معكم ديك 8 شويه، ما لازمش تهود تمتن تختفي يعني تمتن، لازم تبقى قد ما تشوفوها شويه وتعاودوا تروحوا. دوك تشوفوا كيفاش هكذا كتبت 8، شوفوا بقات معايا ما اختفتش تمتن. دونك هنا راح نضيف ملعقه تاع الخل. الملعقه تاع الخل هنا راح تلعب دور المحسن، راح يجيكم المادلين تاعكم خفيف، يعني هاد الايطاب مهمه تاني. دونك نضيفوا ملعقه تاع الخل نخلطوها وندخلوها للفريجيدان لمده نص ساعه حتى لساعه ماذا بكم. يعني كي تبقى معكم ساعه في الفريجيدان راح يطلع معكم علامه في الكوشه. دونك انا خليته في الفريجيدان. رحت جبت القوالب تاعي، انا نستعمل هادو اللي عنده هذاك البلا سبيسيال تاع المادلين، انا ما عنديش نستعمل هادو وندير فيهم لي كاسات تاع المادلين يخرجوا لي هايلين. دونك نستف كامل القوالب تاعي، نجيب لي كاسات تاعي تاني نديرهم في القوالب. يعني لي كاسات هادو ماشي غاليين، يا ربي ديروا 8000 باكي فيها بالك 50 حبه، مانيش على هادو راني على هاد البويضين هادو. واللي عندها اكيد البلا تاع المادلين تستعمل البلا تاعها. دونك نستف كامل لي كاسات، نروح نخرج الخليط تاعي من الثلاجه ونبدا نعمرهم. لازم نعمر الاكواب تاعي 3/4، يعني ما لازمش نعمرهم حتى لفوق باش ما يفتش معنا المادلين تاعنا. وللتزيين تقدروا تستعملوا سكر، تقدروا تستعملوا كاوكاو ايفيلي، لوز ايفيلي، يعني نتوما واللي يساعدكم. هنا بعد ما خليتها في الفريجيدان نريح 45 دقيقه نبدا نعمر في الاكواب تاعي. قلنا نعمروهم 3/4، يعني ما نعمرهمش حتى للفوق باش ما يفيضوش معنا في الكوشه.
دونك انا غادي نكمل نعمرهم كامل ونعاود نولي معكم. دونك وبعد ما نعمرهم كامل راح ندخلهم يطيبوا. الكوشان نكون مسخنتها على 200 درجه، نقص لها 180 ونديرهم في الوسط يطيبوا على خاطرهم يطلعوا، ونحمروهم مده دقيقه من الفوق. وهنا بعد ما صاروا جاهزين معنا تقدروا تزينوهم باي حاجه، انا خليتهم سامبل. تقدروا ديروا سكر، كاكاو افيلي، لوز افيلي، تقدروا تدهنوا الوجه بالحسل كيما تحبوا. انا بغيتهم سامبل. شوفوا واش جاو شابين معنا. راح نقلع حبه راهي حاميه، تشوفوها معايا. شوفوا شعري يجوا شابين، يجوا يذوبوا في الفم، يجوا هشيشين رائعين. يعني جربوا الوصفه وردوا لي رايكم في التعليقات. دونك راح نحل معكم حبه تشوفوها كي جات دايره من الداخل. هذه حاميه ما قديتش نحلها. دونك هنا بعد ما بردوا شويه جيت نحل معكم حبه كي كانوا سخونين ما قديتش. دونك شوفوا كي يجوا طريين من الداخل، يجوا رائعين. دونك ما بقى عليها نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه وتهلاو في روحتكم.